يلا يا شباب، ثقة 2015 2021 23. وانا قاعد بتابع اخر الاحداث اللي بتحصل في غزه والانتهاكات اللي الكيان الاسرائيلي بيعملها ومش همه حد، افتكرت سنه 73 لما ادينا لهم على عينهم. وعشان ما ننساش كلنا، تعالوا افكركم دلوقتي ايه اللي حصل ساعتها. خلينا نجيب القصة من أولها سنة 1967 ونرجع لحرب الأيام الستة، تحديدا يوم 12 مايو. بعد ما كانت العلاقات متوترة بين الكيان الإسرائيلي وبعض الدول العربية، وعلى رأسهم طبعا مصر وسوريا بسبب اتفاقية الدفاع المشترك، وكمان بعد خرق اتفاقية دولية بعمل عرض عسكري في القدس، والاتفاقية دي بتقول أصلا إن القدس دي منطقة منزوعة السلاح. يوم 15 مايو وصلت معلومات لمصر وسوريا إن الكيان الإسرائيلي بيحرك من 11 ل 13 لواء عسكري ناحية الحدود السورية. مهما كان مصدر المعلومات دي، فالرئيس السابق أو الراحل جمال عبد الناصر صدقها وعمل عرض عسكري بغرض استعراض القوة، لعل وعسى يعني يحسوا على دمهم ويتلموا شوية. لكن بسبب العمليات اللي كانت بتحصل على الحدود السورية مع الكيان ده من فلسطينيين، فكانت الهجمة الأولى مترتبة إن هي هتتم على سوريا. علشان كده راح رئيس الأركان المصري محمد فوزي دمشق عشان يتولى قيادة مشتركة مع القيادات السورية في حال لو حصلت حرب. يعني الرئيس المصري يحرك حشود عسكرية ناحية الشرق، والعراق تعلن دعمها بشكل كامل لسوريا لو قامت حرب. الكيان الإسرائيلي ما يتأثرش بكل ده ويعمل تعبئة عسكرية شاملة. التوتر العسكري يوصل لمرحلة الغليان، لدرجة إن مصر منعت مرور السفن الإسرائيلية من مضائق طيران، اللي قفلتها بألغام ومدافع وزوارق عسكرية وطيران، وقالت إن أي سفينة إسرائيلية مش هترجع هنضرب عليها نار، وأي سفينة تانية لازم تتفتش الأول. الساعة 7:45 دقيقة يوم 5 يونيو سنة 1967 يتفاجئ سلاح الطيران المصري بسرب طيارات إسرائيلي جه يضرب الطيارات وهي لسه على الأرض. الرادار ما لقطهاش لان الطيارات الاسرائيليه دي طارت على ارتفاع منخفض عشان الرادار ما يلقطهاش، والبنيه التحتيه الضعيفه اللي عندنا مع عدم استخدام الملاجئ الخاصه بالحفاظ على الطيارات دي قدروا يدمروا 338 طياره مقاتله مصريه. بعد هزيمه حوالي 100,000 جندي مصري قدروا يستحوذوا على سيناء وغزه، والسبب الاساسي هو غياب سلاح الطيران. وطبعا قدروا يستحوذوا برضو على هضبه الجولان السوريه والضفه الغربيه في الاردن، وكل ده في 6 ايام بس، وعشان كده سموها حرب الايام السته. بعد أقل من شهر بدأت حرب تانية قعدت 3 سنين ونص، واتعرفت عندنا باسم حرب الاستنزاف، أو عند العدو باسم حرب ال1000 يوم. وكان هدف الحرب دي الأساسي هو استنزاف قدرات الجيش الإسرائيلي، لكن مش من المواجهات المباشرة كده ند لند. والحمد لله نجحت مصر فعلا في استنزاف قدرات الجيش الإسرائيلي، لا وكمان إعادة هيكلة صفوف الجيش المصري، وده كله بقيادة الفريق عبد المنعم رياض اللي استشهد في الحرب دي بالمناسبة. في 5 يونيو 1970 قدم ويليام روجرز مبادرة لوقف إطلاق النار لمدة 3 شهور، واللي وافق عليها الطرفين المصري والإسرائيلي، ودخلوا في مفاوضات جديدة. والكيان ده يطلب مد فترة الهدنة 3 شهور كمان عشان توصل تقريبا ليناير سنة 71، وبعد كده يطلب مد شهر تاني ويتوافق عليه من الطرفين، وبعد كده يطلب مد شهر 8، ويجي الرئيس محمد أنور السادات يوم 7 مارس 1971 يرفض طلب المد ده بعد ما مسك الحكم ب8 شهور بعد وفاة الرئيس الراحل جمال عبد الناصر. بدأت تجهيزات الحرب في السر بالخداع الاستراتيجي، لما بدأوا تسجيل أسامي الضباط اللي عايزين يروحوا يحجوا في السنة دي، وتصدير الحالة الاقتصادية الصعبة جدا ساعتها في مصر خلى كل التوقعات تبعد عن ان مصر ممكن تخش حرب اساسا. لكن مثلا من ضمن التجهيزات السرية اللي كنا بنعملها، كنا بنستورد قمح على فترات متباعدة كده عشان ما حدش يحس بحاجة بيني وبينك. 16 مايو 1971 بدأ الفريق سعد الدين الشاذلي بتجهيز خطط للحرب دي، واللي بدأ مهمته دي بدراسة الإمكانيات الفعلية للقوات المسلحة المصرية ومقارنتها بالمعلومات المتاحة عن قدرات الجيش الإسرائيلي. وكان عايز يعمل في الأول خطط هجومية، لكن بعد مقارنة قوات الجيش المصري بقوات الجيش الإسرائيلي قرر العكس تماما. قرر إن الحرب دي لازم تكون محدودة وأهدافها قصيرة المدى، والهدف الأساسي للحرب دي هو عبور القناة وتدمير خط بارليف، وبعد كده اتخاذ أوضاع دفاعية. بس كده. بعد عرض الخطة دي على وزير الحربية محمد صادق، قابلها بالاعتراض طبعا، لأنه كان شايف إن هيفضل أكتر من 60,000 كيلو متر مربع من مساحة سيناء لسه تحت الاحتلال، ده بالإضافة لغزة كمان. وكان عايز خطة هجومية هدفها الأول والأساسي والوحيد تقريبا هو تدمير كل القوات الإسرائيلية اللي في سيناء وتحريرها هي وغزة كمان في عملية واحدة. لكن ده واقعيا مش هيحصل بسبب فرق القدرات اصلا اللي ما بينكم، انت لسه طالع من نكسه حرفيا. وبعد نقاشات طويله وصلوا تقريبا لحل وسط، ان هم هيعملوا خطتين، الخطه 41 وخطه المآذن العاليه. بالنسبه للخطه او العمليه 41 دي هدفها الرئيسي هو السيطره على المضائق الجبليه اللي في سيناء، والخطه دي اعدوها مع مستشارين سوفيت،
واما خطه المآذن العاليه فدي تقريبا الخطه اللي الشاذلي قال عليها من الاول، وهي هدفها الاساسي هو عبور القناه وتدمير خط بارليف وبعد كده اتخاذ وضع دفاعي. لكن المختلف شويه هنا ان السوفييت ما عرفوش حاجه عن الخطه دي، لا وكمان سنه 1972 الرئيس السادات امر بسحب كل المستشارين السوفييت من مصر. على مدار سنه 1972 اتغير اسم الخطتين دول بعد شويه تعديلات عليهم. الخطه 41 بقى اسمها خطه جرانيت 2، وخطه المآذن العاليه بقى اسمها الخطه بدر. اكتوبر 1972 كلف الرئيس محمد انور السادات القوات المسلحه المصريه بقياده اللواء عبد الغني الجمصي الاستعداد للحرب، وبدات هيئه القوات المسلحه المصريه في تحديد انسب توقيت للهجوم، وحددوا فعلا ان هو ممكن يبقى يوم عيد الغفران عند اليهود، وبالمناسبه هم مسمينها حرب يوم عيد الغفران. المهم يوم الغفران ده كان موافق 6 اكتوبر، واختاروا تحديدا الساعه 2 الظهر في حركه انا شخصيا شايفها ذكيه جدا منهم، لان 2 الظهر ده الشمس هتبقى في الغرب، وده معناه ان هي هتبقى في ظهر الجيش المصري وفي وش جيش العدو واللي هتعوق رؤيتهم اصلا. يوم 28 و29 اغسطس من نفس السنه اجتمع الرئيس السادات مع الرئيس الاسد في دمشق عشان يعرفوا، واتفقوا ان الحرب هتكون يوم 6 اكتوبر، واجتمع مع كام قائد عربي كده لاسباب مختلفه هقول لك عليها بعدين. عشان تبقى متخيل معايا جنودنا المفروض يعملوا ايه بالظبط، فتعال اقول. المفروض بكل بساطه يعبروا القناه ويدمروا خط بارليف. تعالوا اقول لك بقى المفروض يعملوا كده ازاي. بص، على الضفه الشرقيه للقناه في ساتر ترابي بطول القناه ارتفاعه بيوصل ل 20 متر وزاويه ميل ما بين 45 ل 60 متر، وده اللي بيعيق عبور اي مركبه برمائيه او حتى تسلقه صعب جدا. ورا الساتر الترابي ده في خط دفاعي اسمه خط بارليف، لان كان في ناس بتدمج ما بين الاثنين. الخط الدفاعي ده مكون من 35 حصن، المسافه من كل حصن والتاني من كيلو ل5، والحصون دي مدفونه تحت الارض ومتغطيه بسقف يستحمل القصف المدفعي. فانت المفروض تدمر خط بارليف الغير قابل للتدمير ده، وتعدي الساتر الترابي اللي هو ما بيتعداش اصلا، وقبل كل ده اصلا تعبر القناه اللي فيها انابيب نابالم، اللي النابالم ده لو اتساب في الميه يحولها لكتله نار درجه حرارتها بتوصل ل 700 درجه مئويه. لو ربنا وفقك ونجحت انك تعمل كل ده، ففي خطين دعم، هو الاول على بعد من 5 ل 8 كيلو، والثاني على بعد من 25 ل 30 كيلو من خط بارليف. فالناس اللي متخيله ان الموضوع كان شويه رمله وفتحنا عليهم ماسوره ميه، الموضوع ما كانش بالسهوله دي. في فجر 6 اكتوبر نزلت الضفادع البشريه قناه السويس عشان يسدوا انابيب النابالم دي بماده سريعه التصلب، ونجحوا في كده. والساعه 2 بدأ العبور. يوم 6 أكتوبر سنة 1973 تحديدا الساعة 2 الظهر طلعت 220 طيارة مصرية يستهدفوا أهداف الإسرائيلية. وبالمناسبة الطيارات المصرية دي عملت نفس الحركة اللي عملتها الطيارات الإسرائيلية، وهو الطيران على ارتفاع منخفض لدرجة إن هم طاروا على ارتفاع 30 متر، ده ارتفاع عمارة مكونة من 10 أدوار تقريبا. الطيران المصري استهدف المطارات ومراكز القيادة ومحطات الرادار، وحققت الضربة المصرية حوالي 95% من أهدافها. بعد عبور الطيارات ب5 دقائق تبدأ المدفعية قصف التحصينات الإسرائيلية بشكل مكثف عشان يعبروا المشاة، وبعد ربع ساعة بالظبط تحديدا الساعة 2:03 توقف المدفعية قصف الخطوط الأولى وتبدأ تقصف في العمق. وطبعا أهم حاجة حصلت هي استخدام ضغط المية في عمل ثغرات في خط بارليف. الساعة 6:30 المغرب كان عدى حوالي 2000 ضابط وأكثر من 30,000 جندي من 5 فرق مشاة، واستمر سلاح المهندسين في عمل الثغرات اللي قلت لك عليها في الساتر دي. وعلى الساعة 10:30 بالليل كده كانوا عملوا 8 جسور ب8 ثغرات عشان تعدي الدبابات من عليها. تاني يوم كان عدى أكتر من 1000 دبابة واستولينا على 34 حصن من ال 35 اللي موجودين في خط بارليف، والحصن الأخير ده استولينا عليه يوم 11 أكتوبر يعني بعدها ب4 أيام تقريبا. وهنا اتحطمت أسطورة الجيش الذي لا يقهر. מלחמה כבדת ימים, כבדת דמים. עכשיו אנחנו בעיצומה של המלחמה, ואיננו יכולים לתת את הביטוי הציבורי עכשיו לאבל הכבד. في أول يومين كان الوضع فوضوي أو مأساوي في الجانب الإسرائيلي، على عكس الجانب المصري والجانب السوري اللي هاجم في نفس اللحظة مع الجانب المصري. وفي 7 أكتوبر تنهار كل الدفاعات الإسرائيلية قدام الجيش السوري ويأسر كل الجنود اللي موجودين هناك، والكيان الإسرائيلي يخلي المنطقة دي من المستوطنين عشان يقصفها براحته. ركز معايا بقى في اللي جاي عشان تقيل شوية بصراحة. يوم 8 عمل الكيان الإسرائيلي ده هجوم مضاد عشان تمتد راس الجيش الميداني الثاني من القنطرة في الشمال للدفرسوار في الجنوب، وراس الجيش الميداني الثالث من البحيرات المرة في الشمال لحد بور توفيق في الجنوب. وحشدوا 8 ألوية مدرعة على 3 فرق، فرقتين منهم كل واحدة مكونة من 3 ألوية مدرعة، واحدة في الشمال
واحدة في القطاع الأوسط، والفرقة الثالثة مكونة من لوايين مدرعين ودي كانت في القطاع الجنوبي. طلب ساعتها وزير الحربية المشير أحمد إسماعيل من رئيس الأركان الشاذلي أكتر من مرة بتطوير الهجوم عشان نخفف الضغط شوية على الجبهة السورية، لأن زي ما قلت لك الكيان الإسرائيلي كان بيقصفها بشكل مستمر لحد ما يبعت دعم أصلا. لكن الشاذلي يرفض أي خروج للقوات بره 15 كيلو شارع القناة تحت حماية الدفاع الجوي، لأن حرفيا كده هنكون في الشارع. لكن أصر الوزير أحمد إسماعيل على خطته دي وبعت لقادة الجيش الثاني والثالث الميداني، واللي رفضوا لنفس أسباب رئيس الأركان. لكن الوزير أصر، واستخدمت القيادة ساعتها 4 ألوية مدرعة ولواء مشاة ناحية الشرق. وبسبب الضغط ده وتحرك الجيش الثاني والثالث الميداني حصلت ثغرة في صفوف الجيش المصري اتسمت بثغرة الدفرسوار، ووصلت طيارة استطلاع أمريكية مرتين يوم 13 و15، وبعد المرة الثانية تركز القوات الإسرائيلية هجومها كله في منطقة الدفرسوار. وتطورت المعارك في المنطقة دي وحصلت واحدة من أشرس المعارك في الحرب دي، وهي معركة المزرعة الصينية. وكان أهم أهداف الثغرة دي هو الاستيلاء على مدينة الإسماعيلية والسويس. حاولت القوات المصرية سد الثغرة دي بأنهم يعزلوا الفرق اللي راحت في الغرب دي من خلال قطع طريق الإمدادات ما بينهم وبين القيادة. ونجحت فرق الصاعقة المصرية ولواء المظلات في صد الهجمات على مدينة الإسماعيلية. كل ده بالإضافة للجسر الجوي الأمريكي اللي كان بينزل الأسلحة في سيناء جاهزة للضرب. وساعتها وقفت كل دول الخليج على أساس السعودية تحت حكم الملك فيصل واقفة ضد كل الدول اللي دعم الكيان ده بشكل رسمي، وعلى رأس الدول دي أمريكا طبعا. ساعتها بعت الملك فيصل رسالة للرئيس الأمريكي نيكسون عن طريق السفير الأمريكي في السعودية إن هنقلل تصدير النفط بنسبة 10% لو ما بطلتوش اللي بتعملوه. بالمناسبة ده كان بعد دعوة لوقف إطلاق النار سوفيتية، وبعدها ب3 أيام جه الرد الأمريكي إن إحنا هندعم الكيان ده ب2 مليار و100 مليون دولار، والكلام ده سنة 73. احسبها أنت بقى. في نفس اليوم تحظر دول الخليج تصدير النفط بشكل كامل لأمريكا، بعدها بيومين تطلع أمريكا بدعوة لوقف إطلاق النار. ولما قلت لك إن الرئيس السادات اجتمع بقادة عرب تاني، ده كان السبب الرئيسي إن لو الهجمة بتاعتنا نجحت امنعوا تصدير النفط بشكل تام. فعلا بعد الحركة دي بيومين طلعت أمريكا بدعوة لوقف إطلاق النار، ومصر التزمت والكيان ما التزمش، وحاولوا يقتحموا مدينة السويس لكن قابلتهم مقاومة شعبية شرسة، بالإضافة طبعا للقوات المسلحة، وقدروا يصدوا الهجمات دي على مدينة السويس. خسروا خسائر فادحة في المعركة دي تحديدا وفي الحرب بشكل عام. وبعد الضغط السوفيتي أخيرا يعلن الكيان الإسرائيلي قبوله لوقف إطلاق النار. مجلس الأمن يعمل قوة طوارئ دولية لمراقبة تنفيذ القرار. لكن حتى بعد إعلان الكيان إنه وافق بوقف إطلاق النار يفضل برضه يضرب نار لحد يوم 28 لما عملوا مباحثات الكيلو 101 ومحاولات فض الاشتباك. كده انا اكون خلصت. عبر لي عن مدى اعجابك او عدم اعجابك بالفيديو ده من الزرار اللي تحت، واعمل شير لو حاسس ان في حد ممكن يهتم بنفس الموضوع، واعمل سبسكرايب عشان نشوف فيديوهات اكتر من دي. سلام. طيب بسم الله. ايه يا مسهل. دي البداية، ده احنا لسه بنسخن. تحديدا يوم 12 مايو. ايه بقى؟ ايه اللي حصل؟ لكن الكيان ده حرفيا، لكن بسبب عمليات اللي كانت بتحصل على الحدود السورية مع الكيان ده من فلسطينيين، كانت الهجمة الأولى هتتم على سوريا. الكيان الإسرائيلي ما يتأثرش بكل ده ويعمل تبعية عسكرية شاملة والتوتر العسكري يوصل لمرحلة الغليان، لدرجة إنه الغليان لحد الغليان. في نفس اليوم تحظر دول الخليج تصدير النفط لأمريكا بشكل كامل، بعدها بيومين بس تطلع أمريكا بدعوة لوقف إطلاق النار. برعاية أمريكا فضلت محاولات فض الاشتباك دي ومؤتمرات سلام وبتاع لحد ما قدرنا نرجع أخيرا آخر شبر في سيناء سنة 1989 لما رجعنا طابة. سلام.